السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة حلويات إيمان. نتمنى إن شاء الله الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. الاقتراح ديال اليوم أو الوصفة ديال هذا النهار غادي تكون ديال غادي نشارك معكم طريقة الحامض المصير في المنزل بطريقة ناجحة من أول تجربة. نتمنى إن شاء الله تجربوه وينال الإعجاب ديالكم. تبعوا معايا الفيديو حتى التالي وتبعوا معايا النصائح حتى هما والمراحل باش تصوبوا الحمض ديالكم في الدار بلا ما تشريوه، وتعرفوا اش صوبتوا وتاكلوا حاجه نقيه وزوينه. ندوزو للطريقه ديال التحضير وطريقه تعقيم القنينات. بالنسبه للتعقيم ديال القنينات، اول حاجه غادي نجيبوا شي بول هكا يكون واسع، غادي تديروا فيه القراعي ديالكم وغادي ديروهم في الماء مع الخل. كبوا عليهم الخل والماء يكون بالزايد عليهم من الفوق. صافي وغادي تكبوا عليهم الخل وتخليوهم واحد ربع ساعه. الخل كما تنعرفوا دائما الخل تيعقم. صافي هذه هي اسهل طريقه باش تعقموا القنينات ديالكم بلا ما طيبوهم لا في الكوكوط ولا في حتى شي حاجه، بدون ماء، غير بواحد الطريقه اللي هي سهله وسريعه وناجحه ايضا. صافي هذه هي الطريقه باش تنخدم انا هاد القنينات باش كنعقمهم. والحمد لله ديما تيكون عندي الحامض في الدار، غير لقيتوه تسالى ليا ما فكرتش نصور معكم الفيديو. يلا تسالى ليا. هذه هي الطريقه اللي تدير بنت خالتي، هي اللي قالتها لي. الصراحه دابا دير حتى هي القناه ونبارطاجيها معكم، عندها حتى هي ما تقول ما شاء الله عليها، الله يحفظها ويخلي ليها صحيحتها. راه قلت ليها تصور لي وتصيفط لي، غير ما يمكن ما غاديش تمونطا ليا الفيديو، ما عرفتش نمونطي والفيديو في الواتساب داكشي باش ما تقسمتش معكم الحمض ديالها. المهم القنينات كما تتشوفوا، نرجعوا للفيديو. غادي نحيدوهم من الماء وغادي نفرشوا شي زيف هكا في الشمس، وغادي نقلبوا القراعي على فمهم هكا على هذا الشكل، ونخليوهم يستقطروا مزيان مزيان. مثلا درتوهم من الصباح خليهم حتى العشيه، عاد كملوا ليهم التعقيم بهذه الطريقه. المهم اي قرايه عندكم ديال الزاج، انا عندي حيت كنخدم الحلوه تتكون عندي هاد القرايه، تيكون عندي هاد القراعي ديال الكونفيتور جاري ديال الحلوه. من بعد ما تينشفوا مزيان كطيبوا الحلوه ولا الخبز، ولا كطفيو الفران يكون سخون بزاف، وكتخشيو القراعي ديالكم هكاك، تتقلبوهم على اللاطه وتخشيوهم في الفران وتخليوهم حتى يبرد عليهم الفران. هذه هي الطريقه اللي كندير في تعقيم القنينات، طريقه سهله. وهذا هو الحامض ديالنا. من بعد ما غسلته انا غادي نشفو دابا مزيان من الماء عاد باش غادي نخدم به. المهم راه هاد الوقيته راه كاين الحامض، المهم راه ما عرفتش 6 دراهم وقيله باش جبتو. المهم انا هاد الكميه اللي بغيت نصاوب، نتوما ممكن تصاوبوا اقل او اكثر، تيبقى داكشي على حسب الاختيار ديال كل واحد. اول حاجه غادي كاينين بزاف ديال الطرق باش تعقموا باش ترقدوا الحامض. تقطيع هذا الحامض كاين اللي كيقطعوا على جوج، كاين اللي كيقطعوا على 4. انا تيعجبني هكا يكون دواور، انا كنفضل هذه الطريقه ديال هاد الدويورات. تيترقد دغيا. وحتى في الهزان ملي تتبغي تهزي شي كميه قليله تيجي حتى في الحطه ديالو ما كتقطعي، ما حتى الا بغيتي تزوقي به. المهم انا هذه هي الطريقه اللي تتعجبني، ولكن واخا هكاك راه غادي ندير معكم جميع الطرق، حتى اللي عجبتها شي طريقه نديرها. صافي كما قلت لكم راه اتفقت مع بنت خالتي تصيفط لي الفيديو في الواتساب، توريكم زعما الحامض ديالها وهذا، وانا غادي نخدم الطريقه. ولكن فاش جيت للمونتاج ما عرفتش كي غادي ندير ندخل الفيديو ديال الواتساب في المونتاج، في المونتاج داكشي باش ما وريته لكمش، ولكن جربوه. المهم احتفظوا به. المهم هذه هي الطريقه. غطسوه مزيان في الملحه جميع الجهات. صافي ودخلوه في القريعات ديالكم، القريعات يكونوا ناشفين مزيان من الماء. تبعوا الطريقه ديال التعقيم ديال القنينات، راه طريقه سهله ما غاديش تكلفكم بزاف ديال الوقت، وغادي تضمنوا القنينات ديالكم غادي تضمنوهم انهم معقمين.
صافي تتعمروا الحامض حتى تعمر لكم القرعه، وتزيدوا الملحه من الفوق. تتلوي عليهم تتلويو عليها سلوفان، وكتغطيوها وتحطوها في شي بلاصه مظلمه بحال تحت البوطاجي، شي بلاصه اللي ما كيضربش فيها الضوء، وحطوهم تما لمده ديال شهر او شهرين. ها الحمض ديالكم موجود. الا بغيتو تستعملوه، بغيتو تخليوه حتى عامين، عام ونص، عام، الله يطول الله في عمرنا وفي عمركم ان شاء الله. وجبدوه، راه ما تيوقع ليه حتى شي حاجه، راه تيبقى مده طويله ما تي المهم تيجي فيه واحد اللون رائع ان شاء الله. من هنا الى بقات في العمر ان شاء الله، من هنا فاش يتصير لينا الحمض وغادي نوريه لكم. الله يجيب الصحه والسلامه لينا ولكم ولجميع المسلمين يا ربي. ما تنساونيش من اللايك ومن البارطاج البنات، الله يحفظكم ويسهل عليكم كل ما صعب. شكرا للناس اللي كيحطوا لي التعاليق وكيتفاعلوا مع الفيديوهات ديالي، الله يسهل عليهم. ومرحبا بالناس اللي انضموا للقناه جداد والقدام، مرحبا بكم دار داركم. ونتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والمحتوى كامل ينال الاعجاب ديالكم. واسمحوا لي الى طولت عليكم. المهم هذه هي الطريقه باش كنصير الحامض. سدوا على القريعات ديالكم مزيان، سدوا عليهم، سدوا على الحامض وحكموهم مزيان، وما تخليوش الضو يضرب فيهم. صافي. وان شاء الله هذا هو الحامض، وغادي يعجبكم ان شاء الله. جربوه وردوا عليا الخبر، والى اللقاء في فيديوهات